بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. وصفتنا اليوم هي قرنون محشي بالبطاطا. ديما نحشيو القرنون بلا فيوند هاشي ولا بلا دجاج هاشي. اليوم بربي ان شاء الله راح نحشيوه بالبطاطا. وصفة اقتصادية وبزاف بنينة. نبداو على بركة الله. في مرميطة ندير شوية زيت، طرف زبدة، ونحط طرف الدجاج يتحمروا. نزيد لهم البصلة والثوم مرحيين، ونتبل، ندير الملح، كزبر، فلفل أبيض، كركم، ونخليهم يتقليو، لازم تقليهم مليح. نزيد لهم كمية من الجلبانة ونقلي. دوك نزيد 2 حبات بطاطا مقطعين، ونقلي كلش مع بعض. بعد ما يتقلاو مليح نمرق بالماء السخون ونخليهم يطيبوا. بعد ما تطيب البطاطا نحيها ونلوح القرنون. القرنون ما يعطلش في الطيب، ثم يطيب. القرنون لهنا راني نقيته مليح وحكيته بالقرص. نجي للبطاطا بعد ما نحيتها من المرقة ونمعسها، وهي هكذاك سخونة نمعسها. هاو القرنون اللي هنا بعد ما طاب خليته حتى نبرد، والبطاطا راني معزتها. نزيد لها حبة بيض، معدنوس، شوية ملح، فلفل كحل، ونخلطها مليح. نهز كمية من البطاطا، ندير فيها قطعة من الجبن الطري، أي جبن عندك في الدار، نلمها مليح ونحشي بها القرنون كما موضح في الفيديو. ونقلبهم للمرميطة اللي طابوا فيها مع الجلبانة والدجاج. ندير لهم شوية فرماج رابي من فوق، ونديهم للفرن يتحمروا. أنا المرميطة تاعي تروح للفرن، سينو ديريهم في صينية تروح للفرن، وستفي معاهم الدجاج والجلبانة، وديري فوقهم الفرماج رابي، وديهم للفرن يتحمروا. الطبق تاعي راهو واجد، هاو أمامكم جاي شهي، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. وصفة اقتصادية وبزاف بنينة، نتمنى أنك تجربيها. شكرا إن شاء الله بالصحة والهنا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.